نايس. مرحبا بكم، معاكم كوبي. اليوم في فيديو جديد نتكلم فيه عن فتحي هداوي اللي هو ممثل تونسي ولد 9 ديسمبر عام 1961 بمدينة تونس العاصمة. أنا قرأت بمعهد العالي بالفن في تونس، وبدي في مسيرته الفنية في عام 1985 بفيلم الكاس، وهذا أول ظهور له. من ثم في عام 1988 بدي في فيلم معروف عنه اللي هو الصفيح الذهب. شكون؟ هبطها ما تحشمش. اجي هنا، اجاني هون، اجاني هون، اجي ما تحشمش. بعدها في عام 1992 شارك في مسلسل أيام كيف الريح. من ثم بعدها مثل في مسلسل العاصفة في عام 1993. واحلك ساعة دينار ولا اثنين، هذاك تسميه صاحب، وهذه تسميها إعانة. هذوك يمشمشوك كي العظم، يخدموا بيك وبعد يلوحوك. وذاك علاش انا منركح لحتى حد. بالعكس يا رشيد، لازم يكون عندك صاحبك تعمل عليه ويقف معاك وتقف معاه، راجل كيفه. وبعدها زاد مثل في مسلسل غدا عام 1994. وشوفوا معايا موسيقى الأغنية أقوى بكثير وقت ما كنا صغار نتفرجوا على المسلسل هذا. بعدها مثل في مسلسل الحصاد في عام 1995. راهو سي رؤوف كي تصرف دبر راسك ما يقول ما يشوني. اسمع انا خارج. من ثم بعدها مثل في مسلسل هلاكون ولا تاشن هوم في عام 2002. بعدها مثل في مسلسل الحجاج في عام 2004. وإن تنقص وتعف عن مقاتلة من لا يقاتلك فهذه شيمة. من ثم بعدها مثل في مسلسل قمر بن محروس عام 2004 نفس السنة. محمود شيف محمود شيف محمود. اش بيكم وحدكم؟ وينهم الجماعه؟ بعدها مثل زاد في مسلسل المرابطون والاندلس في عام 2005. ومن ثم بعدها مثل في مسلسل الصيد الريم. انت عدنان؟ اي تفضل اخويا. هو الامور لبس الكليون هذايا الكونتيتي اللي تفهمنا عليها من الاول هبطها للشطر. شنو على كيف ويهبط الشطر؟ متفاهمين على 50,000 قطعه ومصحين الكونترات وسيء. الكونترات هذا كان ساهل، ونهار الاثنين الريبريزونتون نتاعهم باش يجي نعاودوا نتفاهموا من جديد. بعدها في عام 2010 مثل في المسلسل هذا تولي الطايح ويروح بيك هو حتى للدار. ما شفتش الحالة اللي سبحت فيها؟ عاش بنتي ضر. بعدها شارك في مسلسل من أجل عيون الكاترين في عام 2012. بعدها شارك في مسلسل عمر. ومن ثم شارك في مسلسل يوميات المرأة في عام 2013. وبعدها مثلا كالعادة شارك في مسلسل الأيام. بعدها شارك في مسلسل نعور الهواب من الموسم الأول والثاني في عام 2014 و2015. من ثم بعدها شارك في مسلسل مايسترو في عام 2019. وبعدها في عام 2020 شارك في مسلسل قلب الذئب اللي كنت مفرج عليه في رمضان. شبيك محذر بعينيه ويخزر يدي جاي باش طيح لي قدري السيد ولا شنو يحكي؟ ثم بعدها حصل على جائزة أيام الكارتاج السينمائية. ومن ثم بدأت الدراما الحزينة.
المميزة وإسهاماته في إثراء الحياة الثقافية والإبداعية في تونس. رحم الله الفقيد رحمة واسعة، وأن لله وأن إليه راجعون. يا اخي شبيه الراجل توا ما جاء؟ وين نعرف عليه؟ قال تو يجي. اسمع، انا 5 دقائق اخرين ما يجيش نمشي نقيل على روحي. وين بابا باش تمشي تقيل؟ دويو الراجل خلق يشيخ من شق الفطر، ما عاد باش تقعد هوني معصور حتى المغرب. بالله سي اسبوعي ولينا بالشماتة ساعة. انا توا كنت باش نقول لك نجم تروح، مالا ما تتحرحز من بيروك الا ما نكمل الكونسلتاسيون تاعي ونروحوا ساقي ساقك. فوالا الله يهديك يا موجيك. الشغل قاش بعدها شكون؟ نثبتك هو يا ودي تنجم تسمع هكا. يدي بيروك انكم بتروليه ونسمع كل شيء، كل شيء يقع في وشكم.